فاكر لما قلت لك في الحلقة اللي فاتت إن الداتا هي القوة الحقيقية؟ أنت دلوقتي عملت الإكسل شيت وبعت لكل أصحابك وقرايبك وجيرانك، والحمد لله عملت أول كام بيعة والدنيا ماشية حلاوة. بس في سؤال مرعب بيجي في دماغ أي بياع دلوقتي، ولما كل الناس اللي عندي يشتروا، هل بقى أرجع أقعد في نادي الفاشلين وأقول السوق نايم؟ جو بيقول لك يا صديقي أهلا بيك في عالم المحترفين. المرحلة اللي إحنا فيها دي مرحلة ما بعد المبيعات السهلة، عشان كده ركز في كل اللي جاي. هنا هنعرف مين البياع المؤقت ومين البياع اللي أسطورة، والسر يا صديقي في كلمة واحدة جو سماها عجلة الملاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الله فتحي ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. والنهاردة هنعرف إزاي نخلي عجلة الملاهي دي تلف 24 ساعة وتفضل دايرة حتى وانت نايم. تخيل معايا كده عجلة الملاهي، العجلة دي عشان تكسب صاحب الملاهي لازم العجلة دي تفضل تلف، وناس تركب وناس تنزل. لو اللي تحت بطلوا يركبوا العجلة دي هتلف لفة ولا لفتين وهتقف، وصاحب الملاهي مش هيكسب. جو بيقول لك ان العجلة دي هي قائمة عملاء. الناس اللي بتنزل من فوق دول هم العملاء اللي اشتروا فعلا، الناس اللي بتركب هم دول العملاء المحتملين اللي انت اصلا بتدور عليهم. بس خلي بالك، لو انت ركزت بس مع اللي بيطلعوا اللي هم اشتروا فعلا ونسيت تركب ناس جديدة، الشهر الجاي او الشهر اللي بعده هتبقى زيرو مبيعات. طب سؤال، جو كان بيملى عجلته ازاي؟ جو ما كانش بيستنى حد يركب بالصدفه يا صديقي، جو كان بيبني جيش من الوسطاء. تعال اقول لك مين هم وازاي تخليهم يشتغلوا لحسابك. جو بيقول لك ان البيع عامل زي الزراعه والحصاد بالظبط. اول ما العميل يشتري منك ما تقعدش بقى ترتاح وتحتفل، لا، فورا لازم تزرع بذره لعميل تاني مكانه. فاكر الست اللي ردت على جو في المكالمه ال11 الحلقه اللي فاتت؟ وعلى العموم لينك الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا فوق. جو هنا ما حطهاش في جيبه ونساها، هو دلوقتي مش بيكلمها هي، هو بيحصد منها اكبر معلومات عن جوزها، ومن هنا عرف يعرف الميزانيه اللي ممكن جوزها يقدر يدفعها في عربيه، يعني حدد حجم السمكه قبل ما يصطادها. كل دي بيانات يا صديقي لازم تتسجل عندك في شيت الاكسل، لان اللي بيشتري مره وارد يشتري مره تانية ومره تالتة، والبيانات اللي انت لاممها عنه دي هي اللي بتفضل مخلياك في الصوره معاه طول السنه. لو كلمته وما اشتراش هنرجع لمبدا رمي المكرونه على الحيطه، ارمي كتير وفي اللي هيلزق في الاخر. يمكن لما كلمته النهارده ما كانش معاه فلوس، بس ممكن بكره يكسب مشروع، ممكن بكره يجيله ورث، ممكن بكره يقرر يغير حياته. المهم انك موجود في الدفتر بتاعه ومعاك كل تفاصيله اللي تخليك تقدر تفتح معاه كلام تاني وتالت ورابع وخامس. جو بيقولها لك صريحه اكتر من الطريقه دي، كل ما العجله بتاعتك تتملي باسماء عملاء محتملين تعمل مبيعات وتعمل فلوس بتزيد 10 اضعاف. طيب ممكن حد يقول لي يا عبد الله المكالمات والرسائل دي بتكلفني فلوس؟ اقول لك صح، عندك حق، بس خليني اقول لك اللي بين السطور. العميل المحتمل اللي معاك كل تفاصيله ده مش مجرد رقم، ده سبيكة ذهب مدفونة، وتكلفة استخراج الذهب ده يا صديقي غالي، بس لما بيطلع ما بيتقدرش بمال. اي محافظة يا صديقي فيها ملايين البشر، بس انت ميزتك انك معاك الخريطة، معاك كل التفاصيل عن العميل اللي مش مع حد غيرك، وده اللي بيخليك بياع قناص عارف هدفه، مش مجرد بياع عشوائي بيضرب نار في الهواء. طب لو العجلة بتاعتك وقفت ومفيش حد في الشيب بتاعك دلوقتي محتاج يشتري، هتعمل ايه؟ جو بيقول لك بص في جيبك، بص على فواتيرك المدفوعة. انت بتشتري هدوم، بتدفع قسط شقة، بتجيب عفش، او حتى بتتعامل مع الحلاق بتاعك، الناس دي كلها بتدفع لهم فلوس من جيبك، يعني في ثقة وعلاقة متبادلة. جو كان بيعمل حركة عبقرية جدا وهو بيحاسب اي حد بيفكره بابتسامة ان جو بتاع شركة شيفروليه. ليه؟ لان قانون ال 250 اللي جو اتكلم عليه شغال هنا كمان. الشخص اللي انت اشتريت منه المنتج او اشتريت منه الحاجة ده لو عاملته بامتنان ولطف وعرف بذكاء انت بتبيع ايه، هيتحول فعليا يا صديقي لوسيط مجاني. وعاوز اقول لك على حاجه يا صديقي، لازم تكون فخور بمهنتك، اوعى تقلل منها تحت اي ظرف من الظروف. انت مش مجرد واحد بيعرض سلعه وبس، انت المحرك الاساسي للدوره الماليه في شركتك وفي بلدك يا صديقي. من غير البياع السلع هتتركن على الرفوف والمصانع هتقفل والشركات هتفلس، انت الجندي اللي بيخلي التروس دي كلها تلف. عشان كده لازم تعرف الكل انت بتبيع ايه باسلوب مهني وبرضه راقي، يعني فكر دايره معارفك كل فتره، يا جماعه لو حد محتاج العربيه او العقار اللي انا شغال فيه، او يعرف حد عايز يشتري الحاجه دي، املى العجله بتاعتك يا صديقي باي اسم يمر في خيالك، وما تبخلش على العجله بتاعتك باي معلومه، لان كل اسم بتسيبه بره هو في الحقيقه عموله ضايعه عليك. هتقولي طيب يا عبد الله، مالينا العجله وعرفنا ان المبيعات زراعه وحصاد وفهمنا اننا المحرك الاساسي للاقتصاد، تفتكر كده خلاص؟ الاجابه هي لا. اي صنايعي شاطر مهما كان عبقري في مهنته لازم يكون معاه صندوق للعده بتاعته، النجار معاه الشاكوش بتاعه، الجراح معاه المشرط بتاعه، وجو البياع الاسطوره كان معاه صندوق بس من نوع خاص خالص. الادوات دي ما كانتش مجرد ورق او كروت، دي اسلحه كانت بتحول الكلام بتاعه
لعقود وبتحول الغريب لعميل دايم. تعالى نفتح الصندوق ده بقى مع بعض ونشوف جو كان مخبي جواه ايه. ركز لان اللي جاي اقوى جدا من اللي فات. جو بيقول لك جمله جميله جدا: العملاء الراضيين عنك هم افضل رهان لمستقبلك، وعشان تكسب الرهان ده لازم تحمي ملفاتك زي ما بتحمي بيتك بالظبط. جو بيقول لك وبيأكد عليك ان المعلومات دي كنز، والكنز لازم يتشال في مكانين مش مكان واحد. نسخه مثلا على جوجل شيت ونسخه على الاكسل على اللابتوب، لانك لو فقدت الداتا دي انت حرفيا فقدت ذاكرتك المهنيه. نيجي بقى للاداه التانيه في الصندوق: الكروت الشخصيه. طبعا شركتك بتديك كروت بيبقى فيها اسم الشركه في نص الكارت واخد 3/4 واسمك تحت على الشمال كده. جو بيقول لك انسى الكلام ده، انت محتاج كارت خاص بيك انت، كارت براند لشخصك يكون عليه اسمك وصورة بتعبر عن قوتك في الشغل وتصميم قوي بيعبر عنك. ده مجرد استثمار بسيط بس نتيجته جبارة، وعايزك تبقى كريم في توزيع الكروت دي على قد ما تقدر. وزعها في كل حتة ممكن يكون فيها بشر، وانت في مطعم مثلا وبتحاسب حطها مع الفاتوره وابتسم للموظف. الويتر اللي بيجيب لك المشروب بتاعك سيب له الكارت ومعاه اكراميه زياده مثلا 30%. هتقول لي ليه 30%؟ هقول لك مش عشان يطمع فيك لكن عشان تعلم معاه ويفتخرك بجد. انت هنا اشتريت مساحه في الذاكره بتاعته. جو كان بيوصل لمرحله الجنون في الترويج. تخيل وهو قاعد في الاستاد وسط الاف المشجعين، وفي اللحظه اللي فريقه يجيب فيها جول والكل فرحان وبيهيص، جو يقوم ويرمي مئات الكروت بتاعته في الاستاد. انت ممكن تقول عليه ان هو كان بيعمل فوضى، بس جو كان عارف فعلا اللي بين السطور. لو رمى 100 كارت وكارت واحد وقع في ايد حد محتاج عربيه فمبروك عليه، هو كده كسب بيعه. وفي عصرنا ده يا صديقي في القرن ال21 احنا بقينا في استاد عالمي. وزع كارتك وصورك في جروبات الفيسبوك على الانستجرام، ما تسيبش مكان الا لما تنتشر فيه، لان الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تخسرها عميل واحد محتمل ما يعرفش ان انت عايش على الكوكب اساسا. ونيجي بقى للسر اللي صنع الامبراطوريه بتاعت جو: نظام الوسط. جو ما كانش بيشتغل لوحده، جو كان بيخلي العميل اللي اشترى منه يتحول لشريك. كان بيعزمهم على الغداء وبيبعت لهم هدايا بسيطه، واحيانا بيطلع عموله لاي حد بيبعت له عميل. الناس دي بقت تشتغل لمصلحه جو بطريقه مرعبه، او يجيبوا له عملاء وهم قاعدين في بيوتهم. وبكده جو حقق ارقام كان مستحيل يحققها لوحده. افتكر الجمله دي كويس: صورتك وكارتك لازم ينتشروا في كل مكان، لانك مش بتبيع منتج، انت بتبيع اسمك. طيب عشان ما تتوهش مني، بما اننا قفلنا صندوق الادوات بتاع جو، ناخد مراجعه بسيطه كده عليه. واحد: سجل ادق التفاصيل: اطفال، هوايات، تاريخ. العميل بيشتري منك لما يحس ان انت مهتم بيه. اتنين: الكارت بتاعك لازم يكون كارت انت اللي عامله وقوي وبيعبر عنك، مش مجرد بس كارت الشركة. كروتك لازم تكون في كل مكان: تجمعات، سوشيال ميديا، مطاعم، كافيهات. جو بيقول لك اخلق الفوضى عشان تخلق الفرصة. ادفع عمولات، ابعت هدايا، وخلي الناس هي اللي تجيلك. ابني جيش من الوسطة. قفلنا الصندوق وبقى معانا ادوات وبقى معانا جيش من الوسطة بيبعتوا لنا عملاء. بس خليني اسالك سؤال صريح: انت بيوصلك كام رسالة في اليوم؟ وكم واحدة منهم بتمسحها من غير ما تفتحها؟ الخوف، كل الخوف بعد كل المجهود ده رسالتك او كارتك يترموا على الارض. جو كان عنده قاعدة ذهبية في السبعينات، كان بيقول لك ان الجواب لو ما اتفتحش هما مش هيعرفوا ان انت افضل بياع اصلا. جو كان بيستخدم حيل عشان يضمن ان العميل هيفتح الجواب ويقرا الرساله وهو مستمتع كمان. حيل خلت رسالته توصل لقلب العميل قبل عقله. تعال اقول لك ازاي تخلي العميل يستنى الرساله بتاعتك بفارغ الصبر، وايه السر اللي خلى رسائل جو مستحيل تترمي. بص على موبايلك النهارده، كام رساله سبام جات لك النهارده؟ عروض عقارات، ملابس، كورسات. بتعمل فيهم ايه؟ غالبا ديليت، ولو الشخص ده لحوح زياده بلوك. في عصر الزحمه الرقميه ده يا صديقي الناس بقى عندها مناعه ضد البيع، الكل قافل الباب بتاعه ومستني بياع عشان يطرده. جو كان عنده نفس المشكله في السبعينات، كان بيبعت جوابات في البريد والناس كانت بترميها مع فواتير الكهرباء. عارف عمل ايه؟ استخدم حيلة حصان طروادة. واللي مش عارف حيلة حصان طروادة ممكن تطلع تسرش عليها وهتعرفها يعني ايه. كان بيبعت الرسائل كده في اظرف ملونة جميلة ومن غير اسم الشركة، وكان بيكتب بخط ايده هو من بره. العميل ده طبعا كان بيفتح الجواب ده وهو فاكر انه جاي له من صاحبه دعوة فرح. والسر ده هو اللي هنستخدمه النهارده في 2026. السر يا صديقي في كلمة واحدة: العاطفة. الناس خلاص ما بقتش مستحملة اعلانات بس لسه متعطشة للتقدير. فاكر لما قلت لك سجل ادق البيانات على العميل؟ هنا بقى جه وقت الحصاد. لما تبعت رسالة للعميل اولها كل سنة وحضرتك طيب او كل سنة وابن حضرتك طيب، تفتكر العميل ده هيعمل ايه؟ بلوك؟ مستحيل، ده قلبه هيتفتح لك قبل موبايله. انت هنا دخلت منطقة الامان، انت ما بقتش مجرد بياع، بقيت شخص مهتم بيه فعلا. القاعدة اللي كان جو ماشي بيها في كتابة الرسائل بتاعته كان بيكتب 90% مشاعر فعلا وامتنان و10% بس بيزنس. ابدأ بالحب،
بالتهنئة، بكلمة طيبة، وفي الآخر خالص جملة بسيطة كده تفكره إن أنت لسه موجود في المجال اللي أنت فيه. زي مثلا لو احتجت أي استشارة في العقارات أو في العربيات أو أي مكان أنت شغال فيه، أنا موجود. جو كان بيبعت رسالة كل شهر، تخيل 12 رسالة في السنة لكل عميل. رسالة عيد ميلاده، رسالة راس السنة، رسالة عيد الأم، رسالة عيد ميلاد ابنه. وفي كل مرة كان بيكتب في آخر الجواب I like you. وفي كل مرة كان بيكتب في آخر الجواب أنا بحبكم كعملاء وكأصدقاء. الناس في الأول كانت بتستغرب، بس مع الوقت الكلمة دي علمت في دماغهم، ولما العميل يفكر يشتري عقله فورا هيفكر باللي بيهتم بيه. في زماننا ده ابعت رسائل بأي طريقة تقدر توصلك للعميل، بس اوعى تكون إنسان آلي. ارمي بذور الحب طول السنة، ما تحسسوش إن أنت بتسحب منه فلوس بس، عشان لما يجي وقت الحصاد تلاقي العميل هو اللي بيدور عليه. لما بتبعت رسائل الامتنان دي أنت بتبني ولاء، والولاء ده هو اللي هيشغل لك وقود اكبر مكنه مبيعات في العالم. جو ما كانش بيقعد يستنى العميل يحن عليه ويشتري، جو كان بياخد العلاقه دي لمستوى تاني خالص، مستوى بيحول العميل او حتى الشخص العادي لوسيط ليه، شغال لحسابه 24 ساعه. تخيل لو عندك جيش من الناس دي في كل مكان وبيبعتوا لك الداتا والعملاء لحد عندك. ده اللي جو سماه الاستعانه بالوسطاء. الحكايه مش بس فلوس، الحكايه فعلا فن اداره البشر. جو بيقول لك ان مفيش بياع يقدر يشتغل من غير مساعده. انت هتقبل اي مساعده وكمان هتدفع مقابل المساعده دي. لازم تعمل قائمه عملائك بنفسك، اسم بعد اسم. ما تستخسرش الرقم اللي بتدفعه لوسيط مقابل البيعه، بس برضه ما تدفعش قبل ما البيعه ما تتم. وبيحذرك انك تماطل في الدفع ليهم، اوعى تحرمهم من الفلوس اللي انت متفق معاهم عليها. لو خدعت وسيط واحد انت ما خدعتش وسيط واحد. جرب كده تعمل مع 250 شخص، شوف هيحصل ايه في سمعتك. حلو جدا، عرفنا ان في وسطة في كل مكان، بس اجيبهم منين؟ ممكن يكون دكتور اعصاب او جراح في عيادة كبيرة. الناس دي دايما بتقابل فئة كريمة ماديا وقرار الشراء عندهم سهل. بس خلي بالك، مش كل الناس عينيها على الفلوس. في ناس المقام عندها اهم وممكن يضايقهم لو عرضت عليهم فلوس. جو بيقول لك انسحب بذكاء واعتذر. الناس دي المفتاح بتاع التقدير المعنوي. فاجئه بعزومة غدا شيك، كلمة شكرا بطريقة لطيفة. الحاجات دي بتخليه يحس بقيمته وهيفضل يبعت لك برضه عملاء. نروح بقى للوسيط الأسطوري، الحلاق. الحلاق ده هو راديو المنطقة. عارف مين باع عرضه ومين قبض مكافأة ومين بيدور على عقار ومين بيدور على عربية. اديله كارتك وقول له لو جبت لي عميل هتاخد رقم مثلا 5000 6000 7000 ايا كان بقى تمن البيعة. المهم ان الرقم ده يعلم في دماغه ويخلي اي حد داخل بيسأل على اي حاجة انت بتبيعها يكلمك فورا ويبعته لك كمان. عايزك تفتح عينيك على حيتان المعلومات. حيتان المعلومات دول اللي هم موظفين البنوك. الناس دي يوميا بتقابل عملاء معاهم فلوس. ابني معاهم علاقة قوية وعرفهم ان عمولتهم موجودة وكمان معاها هدايا كبيرة. لما الموظف ده يلاقي عميل محتار اول اسم هيجي في دماغه هو انت. لما توصل للمرحلة دي يا صديقي انت كده بقى عندك امبراطورية صغيرة. بس استنى لحظة، ايه اللي يمنع انك تتوه وسط بيانات الوسطى والاسماء؟ لازم يا صديقي تكون معرف الوسيط انه يكون مدي حاجة للعميل اللي جاي لك تثبت ان العميل ده جاي لك من طرف الوسيط ده، او اي طريقة انت شايف ان انت ممكن تقدر تثبت فعلا ان العميل ده جاي لك من طرف الوسيط ده. جو بياخدنا لحتة تانية خالص اللي بتفرق فعلا بين البياع المحترف وبين البياع العشوائي. جو بيقول لك لو ما عندكش خطة واضحة ليومك فانت شغال عند ظروفك مش شغال عند طموحك. تعال اقول لك اللي بين السطور وازاي جو كان بينظم وقته وايه هو السيستم بتاعه. انا عارف انك سمعت كتير جدا كلمة خطط ليومك قبل ما تنزل، لدرجة انك ممكن بقيت تضحك عليها من كتر ما بتسمعها. بس جو اللي باع 13000 عربية بيقول لك ان دي اقوى نصيحة ممكن تطبقها في حياتك. ليه؟ لانك ببساطة لو ما مشيتش بجدول يومك هو اللي هيسوقك، مش انت اللي هتسوق يومك. هتلاقي نفسك معتمد على الحظ والمصادفة، او قاعد مستني دورك في المعرض العميل يخش عليك بالصدفة. جو هنا بيقول لك انا مش عاوزك تتعب، انا عاوزك تشتغل بذكاء، والتخطيط هو اقصر طريق للذكاء. كل يوم الصبح قبل ما الزحمة ما تاكلك خد وقتك وحدد المهام اللي عليك. ممكن يكون تخطيط النهاردة هو مراجعة مواعيدك القديمة، أو غدا مع موظف البنك اللي هو الوسيط بتاعك، أو حتى مكالمة لعميل محتمل. وهنا بقى التركيز على البيانات بتاعتك، قاعدة الفلترة. ما ينفعش تكلم عميل لسه شاري منك امبارح وتقول له ايه مش هتشتري النهارده، كده انت بتهزر. جو بيقول لك ركز جدا في التواريخ. العميل اللي اشترى امبارح ابعده شوية في البيانات، شهر او شهرين، وابدأ ركز على العميل اللي بقاله فترة ما اشتراش. العميل ده ممكن يكون اصلا مستني مكالمة منك، وخصوصا لو عندك مشروع عقارات لسه نازل او عربية جديدة لسه نازلة المعرض بتاعك. وهننتقل لحتة تانية اسمها هندسة المبيعات، فن تحديد الميعاد. عاوزك تشوف الفرق في طريقة الكلام.
البياع العادي بيقول اهلا يا فلان، العربيه الجديده وصلت، كنت اتمنى لو انت تعدي تشوفها النهارده. لا، دي دعوه ضعيفه جدا جدا. فلان هيقول لك ان شاء الله ومش هيجي، لكن جو بيقول يا فلان العربيه الجديده اللي انت كنت مستنيها وصلت، ايه رايك تيجي بكره الساعه 4 العصر؟ لو الميعاد ده مش مناسب قول لي عشان الحق احجز لك ميعاد تاني، لان الجدول عندي مليان زحمه. شفت القوه؟ انت هنا مش بتطلب اذن منه، انت بتطلب منه ميعاد. ولو فلان ده اعتذر فورا سجل الميعاد الجديد عشان تكلمه فيه. ده مش مجرد شغل، دي هندسة مبيعات فعلا. طيب يا صديقي، ظبطنا يومنا وحددنا مواعيدنا، بس في كده اوقات ميتة في النص. جو بيقول لك استغل كل ثانية. لو انت في المعرض ومستني عميل جاي لك، او حتى مستني دورك، او مستني عميل يرد عليك، استغل الوقت ده في اللي انت تبعت رسائل، او حتى تفلتر الداتا. حول وقت الفراغ ده لشغل. بس في ايام للاسف الواحد بيصحى فيها وبيكون حاسس ان في جبل على صدره، محبط متضايق مش قادر تقابل حد. هنا جو بيقول لك نصيحة غريبة جدا، ما تروحش الشغل اصلا. لو حاسس ان انت هتنزل وهتكون قنبلة موقوتة، احسن لك تنسحب. انزل اتمشى، شم هوا نضيف، روح سينما، العب رياضة. ليه؟ لانك لو رحت وانت في الحالة دي المؤكد ان انت هتاخد قرارات غلط، او هتتعامل بحدة مع العميل. وعارف ده معناه ايه؟ معناه انك خسرت ال 250 شخص اللي وراه بضمان قاعدة ال 250 بتاعت جو. بس استنى، اوعى تقع في الفخ اللي بين السطور. جو بيقول لك ان الحركة دي تعملها مرة او مرتين في السنة، وفي الايام اللي ما فيهاش ضغط شغل. مش كل ما تحس بكسل بقى تقول جو قال لي ان انا اقعد واريح وما اروحش الشغل. في فرق كبير جدا بين الاحباط النفسي الحقيقي والوهم اللي بتخلقه لنفسك عشان تاخد اجازة. اوعى ما تروحش الشغل عشان يوم مشي امبارح زي ما انت مش عايز. بالعكس، اليوم اللي بتفشل فيه ده هو اكبر دافع ليك النهارده اللي انت تنزل بخطة اذكى من امبارح. الاجازة دي مجرد استشفاء لجسمك، مش حجة بقى عشان نقف ونعطل وما نشتغلش. اشتغل بذكاء وحافظ على طاقتك النفسية، لان روحك وطاقتك هما اللي بيبيعوا قبل لسانك. وافضل طريقه عشان تتجاوز اي شعور سلبي هو انك تفهم السبب. جو بيقول لك راجع يومك بكل دقه، اقعد مع نفسك كل يوم وشوف انت عملت ايه النهارده. افتكر كل صفقه قفلتها وكل صفقه خسرتها. اسال نفسك انا قلت ايه للعميل خلاه يشتري مني، وقلت ايه للعميل خلاه يهرب مني. هل العميل ده كان بيتسلى وجاي يضيع وقت، ولا الغلط كان عندنا في طريقه عرض المنتج نفسه؟ وعشان تكون بياع اسطوره، جو بيقول لك اعمل حركه جريئه جدا. كلم العميل اللي ما اشتراش منك، ايوه كلمه بكل ادب وقول له يا فندم انا كنت مع حضرتك الصبح، انا حابب اطور من نفسي، ممكن تقول لي ايه اللي خلى حضرتك ما تتممش البيعه؟ هل في حاجه معينه في اسلوبي ضايقتك، ولا المنتج نفسه مش هو اللي بتدور عليه؟ العميل لما بيحس ان انت صادق بيفتح لك قلبه وبيقول لك الخلاصه. والمعلومه اللي هيديها لك دي هي الكنز اللي هتستخدمها مع العميل اللي جاي. والمعلومه اللي هيديها لك دي هي الكنز اللي هتستخدمها مع العميل اللي جاي بعده عشان ما تقعش في نفس الغلط. ممكن كمان تكتشف هو محتاج ايه عشان لما المنتج ده يتوفر عندك ترجع له وتقول له ان المنتج اتوفر. وبكده انت ما خلقتش مجرد عميل، انت خلقت علاقه بينك وبينه. وجو بيأكد عليك ان انت تحفر في دماغك المعلومه دي. مفيش عميل جاي يبص ويمشي. لو في عميل كلف نفسه وجه لحد عندك عشان يبص فهو مهتم كفايه ان هو يشتري. لو سبته يفضل يبص ويمشي كل مره فانت عمرك ما هتبيع له. اوعى تتقبل فكره ان هو جاي يبص ويمشي، الكلام ده غير منطقي. الشخص ده فضى وقته وجالك، يعني في احتياج للمنتج اللي عندك. حاول تحلل طريقتك معاه لو فشلت، شوف انت فشلت في ايه بالظبط. انت مش بتخسر بيعه، انت بتتعلم درس قوي جدا للبيعات اللي بعد كده. اكبر غلطه بيقع فيها البياعين هي الضغط. العميل لو شم ريحه انك بتجبره او بتزقه فورا هيبني حيطه بينك وبينه وهيهرب. عشان تبيع للعميل لازم يثق فيك ويصدقك. لو فشلت في اول دقيقتين ان انت تزرع المشاعر دي، مبروك خسرت البيعه. طيب ازاي اخليه يثق فيا؟ الإجابة مش في لسانك. جو بيقول لك لو أنت مش مسيطر على شعورك من جواك، الشعور ده هينتقل للعميل وهيحس إن أنت مهزوز ومش واثق في نفسك، وهيبان على نبرة صوتك وعلى عينيك. صفي حساباتك مع نفسك قبل ما تبدأ الكلام مع العميل. ادخل للعميل وأنت رايق ومسيطر عشان تنقل له الإحساس ده. وبكده إحنا خلصنا الحلقة الثالثة، بس محتاج أسألك سؤال. لو قدامك وسيط واحد يقدر يبعت لك النهاردة عملاء، تفتكر مين أكبر شخص في دايرة معارفك هو الراديو بتاع المنطقة عنده وهيقدر يجيب لك شغل؟ اكتب لي في الكومنتات مين هو الشخص ده. وما تنساش تقول لنا ايه اكتر اداة في صندوق جو كنت حاسس ان انت مفتقدها ولقيتها. لو حاسس انك استفدت من الحلقة دي شاركها مع صاحبك البياع اللي فعلا هو محتاج حاجة من الحلقة دي. ولو حابب نتكلم في حاجة معينة سيبها لي في الكومنتات. ما تنساش اللايك يا صديقي والاشتراك، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان الحلقة الجاية هي الضربة القاضية. وقبل ما اقفل الفيديو خليك فاكر دايما ان النجاح مش بالصدفة، النجاح بالسيستم.